يا ولدي، تعرف واحد اسمه عثمان هنا في البلد دي؟ ايوه نعرفه، بس انتوا عايزينه في ايه؟ خير؟ خير؟ ما هو لو خير ما كناش جينا لحد هنا يا ولدي. ده يوم ما يعلم بيه الا ربنا معانا. لا الحقيقه ما عرفوش هو فين. يعني هو كده؟ ابوه يا اخوي، هو من طريق نوعه. يا عثمان يا عثمان يا عثمان، عارف في ناس جايه وعناها بطق شراب. ايه؟ شفتهم فين دول؟ هم انت جايين علينا هناك. هم دول اللي جايين هناك؟ ايوه. طب اعمل ايه؟ اهرب؟ هيجيبوك. ابلغ البوليس؟ هيلحقوك. ولا هو انت معاهم ولا معايا؟ مش فارقه، كده كده هي قفلت. انا المهم اشوفك هم وبيطحنوك. يعني ملهاش حل؟ دمنا وقفلت يا عم عثمان. طب اعمل نفسي ميت؟ هم انت شافوك جايين من بعيد. قوم. اعمل ايه اخوفهم بيه؟ انا عندي حل. ايه؟ اعمل نفسك راكبك جن وهيخافوا منك يا عم عثمان. تفتكر؟ صح. والله فكرة. مين ده؟ ده عثمان. غبي ليه قلت لهم؟ بقى هو ده عثمان اللي بندور عليه من طلعة النهار. بشحمه ولحمه، خلي بالكم منه. نخلي بالنا من ده. والله هزلت. طب قوم انت دلوقتي. جاي لك يا اللي جاي لك وعندي 653 سنة. أنا عشتروج من قبيلة العشارجة، ولينا في عمر الإنسان كل 5 سنين ناخدهم ولا نتبلوج. كنت في قعر القزازة محبوس. هم دول يا ساتر ويا مسطور. ويتسلط على الجسد 4 سنين ونص وما يطلع ولا يذوق طعم النوم ولا عينيه تطبق جفنيه. احضر عليهم احضر. ده بين له ملبوس. ده مسلسل بيعملوا علينا يا اخوي. حظك في قعر القزازة وانا عطشان، وعشان المقاطعة انا ما بشربش. يا عم انت الرعب ده، انا ماشي يا عم. يلا يا اخوي. انهم صدقوا الفكره بجد. فكرة ايه؟ انك ملبوس. انا ملبوس بجد. الحمد لله هربوا. ايه قبيلة العشارجة؟ اعمل لكم بيتزا؟ يا ريت يا عدنان، وتكون استفتك رصد سي فود.